بدل ما تيجي تنصحيني، روحي انصحي نفسك. بدل ما تقعدي تعملي عليا ان انت واحده فيلسوفه، روحي شوفي الاول نفسك في المشاكل اللي قد كده اللي انت عماله تقعي فيها. ما تشوفيش نفسك عليا بعد اذنك، وما تشوفيش نفسك انك احسن مني. واحده من اكبر الكوارث اللي بتمنع الانسان من تحقيق ذاته والتطوير. خليكم معايا عشان تعرفوا ازاي. اما تسمع رسالة من انسان، اعرف ان ممكن يكون او احتمال كبير او اكيد ان دي رسالة من رب العالمين ليك. ده اللي هو ازاي ده يعني؟ انا هقولك ازاي. اصبر عليا وما تكونش حمقي قوي كده في نفسك. ببساطة شديدة، خد الرسالة من البني ادم اللي بيقولها لك، اذا كان صاحب ولا اخ ولا اهل او حد غريب. خدها وحللها، ركز فيها وفكر فيها كويس. لقيتها متطابقة وفيها حاجة كويسة ومفيدة ليك، ما تنفذها. هيفرق معاك ايه؟ اصل ببساطة كده انت ما تعرفش البني ادم اللي جه قالك الكلام ده هو ايه عند ربنا. ما ممكن يكون البني ادم ده، هو مش ممكن، هو ممكن يكون الاكيد، الممكن الاكيد ان هو يكون عند ربنا افضل منك. طبعا انا مش بشكك ان انت بني ادم وحش، بالعكس، طالما ربنا بعتلك رسالة عن طريقه ممكن يكون هو افضل عند ربنا منك، وربنا بيحاول ياخد بايدك. مش بيحاول، ده الاكيد ان هو بياخد بايدك. باختصار شديد، ان مفيش حاجة هتطور منك قد السماع. هو انت يا بنتي طالعه توجعلنا دماغنا وتقعدي تتكلمي وتقعدي تقولي حاجات؟ في دليل على اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه في دليل، اصبر عليا، اصبر بس ما تبقاش حمقي. تعالى اقول لك ايه هو الدليل. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي وحبيبكم صلوا عليه، كان دايما بيدعي ويقول اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. عليه افضل الصلاه والسلام. في اكتر من كده دليل؟ حاجه اخيره عايزه اقولها، اي حاجه بتطلع في علم النفس واي حاجه ممكن تقرا عنها، مش شرط ان البني ادم اللي يوصلها لك يبقى البني ادم ده داعيه اسلاميه. البني ادم ده ممكن بيرسخ لك حاجه كويسه وبيقول لك وبيطمنك ان قرانك ودينك ورسولك عليه افضل الصلاه والسلام متكلم عنها. واللي انا وثقت واتاكدت منه ان كل حاجه تخص العلم وتخص علم النفس وتخص راحه الانسان موجوده في القران. يعني انت حياتك كلها موجوده في القران، تحليلها وان انت تبقى احسن موجود جوه القران. مفيش احسن من كده حياه، ومفيش احسن من كده بساطه. انتظروا الحلقه الجديده. الحياه مع دعاء.